السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا بينا نجهز الميني كيك القمر دي مع بعض. عميلة كلمتني وطلبت مني تورتاية تكفي لأربع أفراد، والحقيقة ان ده أصغر مقاس أنا بعمله، وعايزة أقول لكم ان المقاس ده ممكن يكفي لحد 7 أفراد مرتاح جدا. ما شاء الله اللهم بارك. كيك بالحجم ده وارتفاع بالشكل ده فلازم يكفي معاكي عدد أفراد كويس جدا جدا. ما شاء الله اللهم بارك. طبعا بدأت ان انا اخبز الكيك قبلها بليلة، وطبعا غلفته كويس جدا جدا بالستريتش. تاني يوم بدأت ان انا اقطع الكيك وحشيته بحشواتي، وبعدين دخلته تاني على الفريزر. طبعا لكل اللي شغالين في التورت الجو صعب جدا واحنا عارفين الكلام ده، فعايزه اقول لكم ان الكريمه يعني بتكون متعبه قوي. فعلشان تتفادي الخطوة بتاعة مشكلة الكريمة، فطبعا أول ما تحشي الكيك دخليه الفريزر على الأقل خالص ساعة ونص. وبعد ما تطلعي الكيك من الفريزر طبعا هنضرب الكريمة للمرة التانية علشان نطلع منها كل فراغات الهواء اللي فيها. وطبعا معاكي الكيكة بتكون شبه مجمدة، فهتشتغلي بكل أريحية وبكل سهولة، وأكنك بالظبط شغالة في الشتاء. ف دي نصيحتي ليكم النهارده. ما ينفعش ان احنا نسقع الكيك على رف التلاجة مثلا وقت قليل وبعدين نبدا ان احنا نشتغل عليه على طول. عايزه اقول لكم ان التورتايه عجبت صاحبتها جدا جدا، وحقيقي قالت لي اول مره ناكل تورتايه بالجمال ده. فبألف هنا وشفا ليهم، وان شاء الله باذن الله استنوني في